السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، حياكم الله تعالى أينما كنتم. موضوعنا اليوم هو موضوع مختلف عن قناتنا. اليوم إن شاء الله تعالى سأريكم بعض تجربتي في اصطياد طرود النحل المهاجرة من مناحي المجاورة أو من غارات في الجبال. اليوم إن شاء الله سأريكم كيفية اصطياد طرود النحل بإذن الله، وستشاهدون معي هذه العملية بدون تكاليف وبدون أي مجهودات، فقط يمكن لأي شخص أن يقوم بها وبدون أي تكاليف ولا شيء. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو ادعمونا بلايك للفيديو إذا أعجبكم، ولا تنسوا إذا كنت أول مرة تشاهد هذا القناة أن تدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصل بكل ما هو جديد. تعالوا معنا، تابعوني. أصدقائي، هنا كما تشاهدون لدينا هذا إطاران فارغان، وهذا إطار به شمع قديم. كنت بإمكاني أن أركب الشمع لهذان الإطاران، لكن الفائدة هنا بهذا الشمع القديم كما تشاهدون. أولا نقوم وقبل كل شيء بهذا ما يسمى بالقصبر بالمغربية، وهذا ما يسمى بالبحمو. أولا نقوم بحك بحمو جيدا هذا الصندوق كما تشاهدون معي. بسم الله. نقوم بحكه من الداخل جيدا لكي يعطي رائحة للنحل، هكذا جيدا. هكذا كما تشاهدون معي، هكذا حك الصندوق جيدا من الداخل ليتم إعطاء رائحة جيدة للنحل. رائحة جيدة من الربيع للنحل. كما تشاهدون معي حك الصندوق جيدا. نقوم بحكه كما قلت لكم أصدقائي جيدا، وهذه الطريقة هي مجربة عند أصدقاء النحالين وتعطي مفعولها في اصطياد طرود النحل. نقوم حك على الربيع ما يسمى بالبحمو، وهذا الربيع أيضا له زهرة يرعى فيها النحل. حك الصندوق جيدا. قرب صندوق. أما الآن فنقوم بحك هذا القصبر لأنه يعطي رائحة رائعة للنحل. أمامكم كما تشاهدون بدأت رائحة القصبر. كما تشاهدون معي، وأنتم تشاهدون هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك. الآن نستعمل هذين الإطاران، هذا الإطار جديد وهذا إطار جديد وهذا جديد وهذا اللي في الوسط إطار قديم، ثم نأخذهم إلى جهة اليمين.
هكذا هكذا. كما تشاهدون قمنا بتركيب الإطارات، وسنقوم باستعمال كما قلنا سنقوم باستعمال دهان يسمى أبيجار ومشهور عند النحالين. ها هو أصدقائي، هنا سنقوم باستعماله في الإطارات كما تشاهدون بين الإطارات. هنا بين هاتين الإطارات سنقوم باستعمال هذا الدهان يسمى أبيجار. بين الإطارات هذا الدهان. نقوم بحك هذا الدهان هنا. إن شاء الله قد انتهينا من نصب هذا الصندوق لاصطياد طرود النحل كما تشاهدونها الكوادر. قمنا بتركيب هاتان الإطارات، 3 إطارات، إطاران شديدان وإطار واحد قديم، وهذه غلاقة الصندوق. نطلب من الله أن تنجح هذه العملية ونصطاد طردا من النحل. نقوم بتغطية الصندوق كما تشاهدون معي. على بركة الله. أتمنى من الله تعالى أن نصطاد طرد النحل، أتمنى من الله أن تنجح هذه العملية. شكرا أصدقائي الكرام على المشاهدة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك، وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا القناة ادعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصل بكل ما هو جديد. دمتم في أمان الله. ها هو الصندوق أصدقائي كما قلنا، كما نصبناه قبل قليل. نتمنى أن يصطاد خلية النحل، وهي المنطقة التي نصبت في منطقتنا في البادية. وهذه بعض خضر، هذا بصل، وهذه جلبانة، وهذا فول، وهذا خرشف إلى آخره. في هذه البحيرة هنا نقوم بزراعة بعض الخضر كما قلت لكم في منطقتنا في البادية. وهذه بعض نصبت فيه في منطقتنا في البادية.
وهذه بعض